السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام أينما كنتم وأهلا ومرحبا. معكم مرتضى الغانم من قناة ابن اليمن لكل جديد، وكما اعتدنا دائما نعطيكم بشيء مفيد وشيء مجرب. أنا لا أحط أي شرح بدون تجربة قبل ما أجرب الشيء بنفسي. فشرحنا اليوم هو عن مشكلة عند بداية تشغيل الكمبيوتر أو اللابتوب المحمول. فصادفتني هذه المشكلة والحمد لله كان هذه الحل تمام وصار الحين مميز ولم أواجه أي مشكلة بعد عمل هذه الطريقة. طبعا الطريقة وحل هذه المشكلة عن طريق موجه الأوامر CMD. كيف نقوم بالدخول إلى CMD وماذا نحتاج؟ تحتاج إلى أمرين، سأضع لكم الأوامر أسفل الفيديو في الوصف. طبعا تقوم بالبحث، فأنت عادة ما أنا عندي مباشرة ممكن أدخل من هنا أوجد صفحة الأوامر وأشغلها كمسؤول، أو أنت مثلا على حسب الجهاز اللي عندك ممكن تدخل على طول في قائمة البحث من هنا، مثلا تكتب CMD فقط، CMD ها هو، هذه موجه الأوامر باللون الأسود. على العموم تقوم بالضغط كليك يمين، سيعطيك هنا تشغيل كمسؤول، تعمل نعم. طبعا أنا أدخلها كالمعتاد من هنا، عندي اختصار أضغط كليك يمين يظهر لي هنا موجه الأوامر كمسؤول، أدوس عليه كذا بهذا الشكل. بعدين أقوم بالتشغيل. بعد أقوم بالتشغيل أقوم بأخذ الكود هذا أو الأمر محطوط عندي في هذا، أقوم بنسخ الأمر، فسأضع لكم هذا في الوصف إن شاء الله. ثم العودة إلى أعمل لصق هنا كوبي أو عفوا لصق. بعد عمل لصق أضغط على زر انتر الموجود في الشاشة كما ترون، بعد ذلك سيظهر معي بهذا الشكل. أروح لأخذ الأمر التالي، أعمل كوبي أيضا أو نسخ، بعد ذلك أعود إلى هنا وأعمل له اللصق. بعد ذلك أضغط على زر انتر، يقول لك هنا إن تمت العملية بنجاح. المهم فهذه الطريقة بعد ما تعمل كذا خلاص يكون انتهت المشكلة وجهازك صار يشتغل بسرعة ولا تظهر لك المشكلة. فأنا صادفتها المشكلة هذه عندما أشغل اللابتوب، يبدأ مباشرة تلقائيا يطلع لي في الكتابة البيضاء واللوحة السوداء، ويقوم بالسحب، يعني كأنه يبحث أو يعمل فحص تلقائيا من تلقاء نفسه، ويأخذ وقت حتى يشتغل بعد عمل هذه بعد طلوع الكتابة البيضاء على اللوحة السوداء عند التشغيل. أو في بعض الأحيان أنت يطلع لك الكتابة ويحتاج إلى أن تدوس إحدى الأزرار في الكيبورد لإيقاف هذه العملية. المهم على العموم هذا شرح اليوم، هذا هو الحل، والذي لم يفهم الشرح فما عليه فقط بالتعليق، وإن شاء الله سأرد عليكم مباشرة. وإلى اللقاء في شرح آخر وإن شاء الله بإذن الله. فهذا الشرح مجرب كما ترون، جربته أمامكم، وإلى اللقاء في شرح آخر إن شاء الله.